ماما عايزة فلوس عشان أخرج مع صحابي. ماما عايزة فلوس عشان طلبت أوردر. ماما عايزة فلوس عشان أجيب لبس. ما عندكيش دم. فلوس ايه؟ كل شويه فلوس فلوس فلوس. خلاص ما فيش فلوس، ده كان زمان. اتعامل ازاي مع ابني في الامور الماديه؟ اديله فلوس كل ما يطلب علشان ما يبقاش اقل من صحابه، ولا مش كل ما يطلب حاجه اجيبها له؟ خير الامور الوسط، دي قاعده عامه في حياتنا كلها. انا لو جبت لابني كل حاجه بحجه ان عينيه تبقى مليانه، ده بالعكس هيعلمه الطمع وهيبقى عايز اكتر. ده زائد انه مش هيكون عنده تحمل المسؤوليه. هو عايز الحاجة دي، يعني عايزها بغض النظر عن ظروف البيت، ملهوش دعوة معاكم ولا مش معاكم. وفي المقابل برضو ما ينفعش اجي على ابني واحرمه من حاجات اساسية علشان يطلع ناشف وعنده مسؤولية. يبقى لازم يكون في توازن، لا افراط ولا تفريط. طيب ايه الخطوات اللي اعملها تساعدني في الموضوع ده؟ اولا مفيش مشكلة ان ابني يعرف الحالة المادية للبيت. طبعا مش هدخله في تفاصيل ومشاكل البيت، بس مهم يكون عارف حدود ميزانية البيت بشكل عام، علشان لما يطلب حاجة يكون عارف هل الميزانية تسمح ولا لا. وما ينفعش ابدا اخبي عليه واجيب له كل حاجه هو عايزها واوصل له ان الدنيا تمام على نفسي علشان البي له كل طلباته. انا كده بظلم نفسي وبظلمه، لان الواقع اللي احنا عايشينه مش كده، والفلوس ما بتجيش سهله، وهو في يوم من الايام هينزل ويعيش الواقع ده. الحاجة التانية مهم برضو أشرح له الفرق بين الرغبة والاحتياج. الاحتياج ما ينفعش أعيش من غيره، زي الأكل، الشرب، السكن، لبس على قد الحاجة. لكن الرغبة إن يكون عندي أكل بس أنا عايزة أكل من بره، إن يكون عندي لبس بس أنا عايزة ألبس براند معين، أو كل ما ينزل ستايل جديد عايزة أجيبه. يعني نقدر نقول على الرغبة إن هي كماليات. أقول له قبل ما تشتري حاجة فكر هل هي رغبة ولا احتياج. طيب أنا جبت له احتياجاته وهو محتاج حاجات أكتر، مفيش مشكلة أقعد أفكر معاه إزاي يشتريها. يعني ممكن يحوش من مصروفه ويجيبها، أو هو لو ولد كبير وسنه يسمح إنه يشتغل، مفيش مشكلة يشتغل ويجيب اللي عايزه. الحاجة التالتة، ما تقبليش الضغط تحت أي ظرف من الظروف. الولاد لهم اساليب ابتزاز لينا، وللاسف احنا ساعات بنستسلم. يعني ممكن يقول لك صاحبي عنده كذا وكذا وانا ما عنديش، او صاحبي كل ما يحتاج حاجه يجيبها، اشمعنى انا؟ فانت طبعا يصعب عليك وتقولوا له لا يا حبيبي ما فيش حد احسن منك، خد هات الحاجه اللي انت عايزها، وتفضلي في الدايره دي ما تعرفيش تخرجي منها. ما هو خلاص عرف المفتاح بتاعك. لما يقول لك كده قولي له ماله يا حبيبي، ما فيش مشكله، كل واحد يجيب الحاجه اللي محتاجها. هل انت محتاج الحاجه دي ولا انت عايزها بس علشان صاحبك جابها؟ واقول له مش كل حاجه نشوفها عند حد نروح نجيبها. ظروف كل واحد فينا غير التاني، وانت كمان عندك حاجات مش موجوده عند صاحبك. طبعا ممكن الكلام في الاول ما يعجبهوش، ولكن مع الوقت هيركز على اللي عايزه مش اللي عند صاحبه.